السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية دلوقتي يا جماعة أتكلم على الموبايلات. الست اللي فرحانة وهي مدية ابنها عشان يبعد عنها وعشان خاطر يسكت من زنه ويسكت من الكلام من ده وتديله الموبايل، انت بتديله مصيبة في ايديه. انت بتديله مصيبة في ايديه. وقبل كده برضو سمعت أستاذ فاضل طالع برضو يقول الست اللي بتدي ابنها الموبايل ساعتين في اليوم بتديله جرام هيروين. وطبعا احنا ما خدناش ولا ادينا في الكلام ولا سمعنا كلامه بقى. احنا عايزين نخلص من زن عيالنا بقى ونخلص. طب وايه رأيكم في خطف عيالنا اللي على طريق الموبايلات؟ هتقولوا ازاي على طريق الموبايلات؟ ايوه على طريق الموبايلات. لما بتدي ابنك اللي من سنه 6 سنين او 4 سنين لغايه سن ال17 وال18 يقعد ويدنه يقلب ويجيب ويعمل ويقع في ايديه حاجات يتعود عليها، وفي الاخر يبقى زي الكلب السعران، وهو اللي بيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه من غير ولا وعي. ازاي فهمينا يا ام يوسف؟ افهمكم. عايزين الكل شاف الست اللي بتاعت المنيا اللي خدت اعضاء ابنها، هو لسه الحكم كان عليها من يومين، اللي خدت اعضاء، اللي مش هنقول خدتها باعتها، يا ما باعتهاش. قعدت الاول دخل على ابنها عنده 17 سنة واحد على التليفون من الكويت، وقعد يقول له صورني نفسك كذا كذا. دخلت على ابنها ولقت فعلا ابنها بيعمل كده، مقابل الفلوس ومقابل الغنى اللي هي شافته بقت هي اللي تقلع ابنها وتعمل له حاجات مخلة بالاداب وتخلة وكده، وتصور ابنها في حاجات بشعة وحاجات قذرة وحاجات كمان فيها تعذيب. خدها واحدة واحدة. اول حاجة ابتدى بقلة الادب، تاني حاجة ابتدى بالتعذيب، خلاها تستحمل ان هي ازاي تقدر تعذب ابنها عشان هو بيأهلها للكبيرة. ايه هي الكبيرة؟ افتحي لي بقى بطن ابنك، خدريه وافتحي لي بطن ابنك واعملي كذا 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 وانا معاك على الموبايل، وطلعي لي كل اعضائه البشرية من غير ولا خدش. الست مغيبة بقالها شهور او لو اعلم سنة او ايه المدة اللي خدها عقبال وعيل كله ما يتعداش ال17 سنة قاعد في الكويت، وهو دوت اللي بيروجها عشان اكبر منه روجوه لما خلوه وحش مفترس. خلاها هي رخرة عماها وسحرها، وخلاها هي رخرة عدمت احساس الامومة بانها تفتح بطن ابنها وتاخد منه اعضاء البشريه، مجرد انها تصور له، ما بعتهوش، مجرد انها تبعت له فيديو وهي بتشيل كل اعضاء البشريه عشان بقى يعلم التانيين اللي بيسرقوا الاعضاء البشريه من الاطفال. دخلوا بيوتنا بيناموا مع عيالنا، احنا بنبقى نايمين ومريحين دماغنا وعيالنا جوه بيتعمل فيهم الهوايل، بيتعلموا ازاي يبقى متوحشين، ازاي يبقى كلاب سعرانه. اوعى تحسبي اللي بيسرق دوت طفل ولا حاجه من الشارع، ده واحد برشمجي ولا واحد بقى مش لاقي ياكل ونقول اصل الفقر، زي ما في ناس كده بيقول لك اصل الفقر يعمل اكتر من كده. اوعى تدوا مبرر لحد يعمل غلط وتقولوا ده الفقر. اوعى تقولوا كده. اللقمه ام ملح بتشبع، العيش الحب يشبع. لا ما تدوش الفقر، مش تدوا واحد زي ده عذر ان هو الفقر هو اللي عمل فيه كده. لا لا، دي ناس مغيبة من الموبايل اللي بنبيته في حضن عيالنا. ممكن دلوقتي الاخ ياخد اخته وهو مغيب عن الوعي، ياخد اخته ويروح يسلمها بايديه، او ياخد اخوه يروح يسلمه بايديه. الجارة خدت بنت جارتها هي وعيالها وذبحوها وخدوا اعضائها كلها، وخدوا الجارة اللي بتاكل عيش وملح مع جارتها، خدت الطفلة وقطعتها وخدت منها اعضائها. هي اللي عملت كده بنفسها.
وصلت للناس ازاي؟ اللي عن طريق الموبايل. وصلت للي هياخد منها الاعضاء ازاي واللي هيشتراها منها ازاي؟ الا عن طريق الموبايل. وبيقعوا معاها صدفة، يعني بيقعوا صدفة بقى، الله اعلم وقع على طريق ابنها او بنتها او ليها، لان هي اتمسكت بعيالها وهي راكبين التروسيكل ومعاهم بقايا الطفلة مكة، يعني عيالها مشتركين معاها في الجريمة. منين عرفت الناس دي؟ منين؟ الا من عن طريق الموبايل. عرفت الناس دي الا على طريق الموبايل. بيناموا معانا، عايشين شايفين حياتنا، بيستغلوا ظروفنا عشان بنقعد نتكلم وندي الناس ارقامنا مش نعرفها على الموبايل، ومعاكم كام عيل، ومعاكم معرفش ايه. احنا دلوقتي على التواصل الاجتماعي، على التيك توك. التيك توك، انا واحده فاتحه التيك توك بيتسال لي كل يوم 5 اسئله ما بتغيروش. سنك؟ متجوزه ولا متطلقه؟ معاكي عيال ولا مش معاكي؟ بتشتغلي ولا ما بتشتغليش؟ طب انت عاوز كل ده ليه؟ انت داخل تتجوزني؟ داخل تتجوزني؟ انت مش داخل تتجوزني. الله اعلم ده بيسال الاسئله دي كلها ليه؟ ليه عاوز تعرف كل حاجه عني؟ انا واحده داخله على منصه وانت عجبك الفيديو بتاعي داخل عليه، انت هتعمل لي لايكات، انا هعمل لك لايكات متبادله، مش ليك عندي غير كده. بتسال عني ليه؟ بتسال عن عيالي ليه؟ بتسال عن سني ليه؟ بتسال متجوزه ولا مش متجوزه ليه؟ طبعا بكل عبط بنجاوب واحنا كمان مبسوطين. ايوه ده انا سني كذا وعيالي كذا ومعايا كذا ومتجوزه او متطلقه، وبنحكي كل حاجه عننا بكل سذاجه وبكل قله وعي. وعرفوا كل حاجه عننا برضو، هم دولت وصلوا عن طريق كده. عرفوا كل حاجه عنك، عن عيالك، عن ظروفك الماديه، عن ظروفك الشخصيه، وابتدوا بقى يشتغلوا عليك من اول 1 لغاية 100، من اول البسيطة لغاية الكبيسة، زي ما عملوا كده مع الست اللي صورت ابنها عريان واللي هو بيعمل حاجات في نفسه قلة ادب، واللي هو اخر حاجة انا عاوز فيديو وانتي بتطلعي اعضاء ابنك البشرية وهي مغيبة عن الوعي، عشان نقول دخل وادها حاجة اصفرة في كوباية. ده عن طريق الموبايل، عن طريق الموبايل. فبالله عليكم، بالله عليكم، زي ما عمالين نواعي كده ونقول لك العيل ما ياخدش حاجه من ايد حد والعيل ما يعملش، خد انت من ايد الموبايل. زي ما احنا عملنا كده فيديوهات كتير وقلنا وعدنا، واللي اتريق علينا واللي طلعينا سمايل مش هي دي مصر ام الامن والامان؟ ده احنا بلدنا كده في نعمه، روحوا دوروا على رئيسكم اللي مش قادر يحميكم. هو رئيسنا هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ وجيشنا هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ لما احنا اللي مسلمين السلاح لعيالنا في ايديهم بيناموا بيه وياخدوه في حضنهم، هو الموبايل. اي واحده قدرت انها تاخد عيله وتذبحها وتاخد اعضائها ما عرفتش الناس اللي غير عن طريق الموبايل، وقدروا يروجوها ويخلوها تسمع كلامهم. واوعوا تتمسحوا في الفقر. طول عمرها كنا الاول الفلاحين بيعيشوا على الجبنه الحادقه في وسط الاراضي والجرجير وبيشبعوا وبيملوا بطنهم، والحمد لله كنا عايشين احسن عيشه وبننام وبيوتنا مفتوحه. الموبايل مصيبه. زي ما احنا ما بنقول ما تخليش البنت تشرب حاجه او العيل يشرب حاجه او العيل ياخد حاجه من حد او يمشي في ايد حد او بيروح مع حد، احنا بنقول لك شيلي من ابنك الموبايل. لو شلنا الموبايلات من ايد عيالنا قبل ما ننام عشان ما تريحيش دماغك وتقولي خليه يتلهي في الموبايل، لا يا رحمة، انت مش بتخليه يتلهي في الموبايل، انت بتخليه يعمل مصيبه، واول ما هيفترسك انت وهيفترس عيالك. لا للموبايل، لا للموبايلات. عايزين تكسبوا نفسكم وتكسبوا عيالكم، امنعوا الموبايلات عن عيالكم. ربنا يستر.